العمارة في مطرح خصوصا الواجهة البحرية تتميز بالشرفات الخشبية، وهذه الشرفات يعني من العناصر الجمالية المميزة لمدينة مطرح. والحقيقة أيضا أن هذه ارتبطت بشكل مباشر بتجارة المحيط الهندي، وتحديدا بصناعة السفن الشراعية الخشبية، لأنه كثير من السفن الخشبية في عهد اليعاربة كانت تستورد من شبه القارة الهندية. وفيما بعد الحماية البريطانية كثير من هؤلاء النجارين انتقلوا إلى عمان، وبالتالي صارت عمان مركز لصناعة السفن الخشبية. وهذه النجارين مثل ما انتقلوا في هذه الحرفة نقلوا أيضا التأثيرات اللي نشوفها في هذه الشرفات وفي هذه البلكونات. نلاحظ هناك في عناصر وزخارف متأثرة بالطراز الهندي تحديدا من إقليم السند.